ترند المكشكشة اللي قلبة الدنيا مش لازم تكون حلوة بس، ممكن نحضرها حادقة وبحشوات حلوة جدا وبرضه طعمها هيكون حلو قوي. تعالوا شوفوا ترند جديد للمكشكشة بطبقات كتيرة فوق بعضها وحلوة جدا، وحقيقي صينية مميزة جدا على السفرة. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. ولو أول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي طبقة الخضار والدجاج. طاسة تكون كبيرة شوية علشان تشيل كل كمية الخضار اللي احنا هنستخدمه، وهنضيف عليها 3 معالق كبار من الزيت. وأول ما الزيت يسخن هضيف بصلاية صغيرة تكون متقطعة مكعبات صغيرة، وهسيب كده البصل على النار لحد ما يستوي معايا. بعد كده معايا قطعة واحدة بس من صدور الدجاج، اللي هي بتبقى الصدور الكاملة مش اللي هي متقطعة بانيه، يعني تكون كاملة معاكي. بعد كده هنقطعها مكعبات صغيرة بنفس الشكل ده. هنضيف بقى كل كمية الدجاج كده على البصل، وهنسيب الدجاج على النار بدون أي تقليب علشان ما ينزلش المية اللي فيه ويبقى ناشف معانا. وهنسيبه كده على النار لحد ما ياخد لون من تحت، وأول ما ياخد لون من تحت هنقلب فيه لحد ما كله ياخد لون واحد ويستوي معايا. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من التوم المفروم ناعم. على فكرة التوم من الحاجات اللي بتليق جدا مع الدجاج وبتديله طعم حلو جدا. هنقلب بقى التوم كده مع الدجاج على النار لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح. هنتبل بقى دلوقتي بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات ومعلقة صغيرة من البابريكا. أول بقى ما هتحطوا البهارات هتشموا ريحة البهارات بتتحمص على النار مع الدجاج كده، الريحة بتبقى حلوة جدا. دلوقتي بقى هنحط الخضار بتاعنا، كوباية من البسلة والجزر يكونوا مسلوقين سلق كامل. وبعد كده هضيف الفلفل الألوان غسلاه كويس جدا ومقطعاه مكعبات صغيرة. بعد كده هضيف حوالي كوباية من المشروم برضو مقطعاها مكعبات صغيرة. على فكرة المشروم مش بيتغسل، المشروم بيتمسح كده بفوطة نظيفة. هقلب بقى الحشوة بتاعتي كويس جدا على النار من غير ما اسيبها كتير على النار علشان انا مش عاوزة ان الخضار يتهرى معايا. انتوا متخيلين بقى الطعم هيبقى عامل ازاي؟ فيها كمان قيمة غذائية عالية جدا جدا. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض صوص البشاميل. حلة حطيتها على النار وضفت عليها 3 معالق كبار من الزبدة، وهسيب كده الزبدة على النار لحد ما تدوب معايا تماما. وبعد كده هضيف 3 معالق كبار من الدقيق، وهقلب كده الدقيق مع الزبدة على النار لمدة دقيقة كده مش أكتر من كده لحد ما يستوي معايا. طبعا صوص البشاميل هيطلع معاكي مظبوط جدا لأن القوام كريمي جدا بتاع الزبدة والدقيق، لأن الكمية بتاعة الدقيق قد كمية الزبدة بالظبط. بعد كده هضيف 3 كوبايات كبار من الحليب البارد وهقلب تقليبة بسيطة. هتبل دلوقتي بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف، وهضيف كمان رشة بسيطة من جوز الطيب. على فكرة جوز الطيب من الحاجات اللي بتليق جدا مع صوص البشاميل. هسيب البشاميل كده على النار مع التقليب طبعا لحد كده ما القوام يكون متوسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل، لأن طبعا الصينية بتاعت النهاردة مش هتغيب كتير في الفرن، فاحنا عاوزين ان القوام يكون متوسط. بالنسبة بقى لطبقة البطاطس، معايا 3 حبات من البطاطس الحجم ده كويس جدا. حطيتهم في كمية من المية وحطيت معاهم معلقة صغيرة من الملح، وسلقتهم كده على النار لحد ما البطاطس استوت معايا تماما. وبعد كده قشرتها وهقطعها كده لمكعبات صغيرة علشان ههرسها. تقدري طبعا تسلقي البطاطس وهي مكعبات كبيرة، بس أنا حبيت إن أنا أوريكي حجم البطاطس من البداية. هنهرس بقى البطاطس كويس جدا، وبعد كده ضفت عليها رشة بسيطة من الملح وحوالي كده معلقة كبيرة من الزبدة. الزبدة بتخلي طعم البطاطس البيوري حلوة جدا. الصينية بقى اللي احنا هنستخدمها ضفت فيها معلقة صغيرة من الزبدة، وهوزع كده الزبدة كويس جدا في الصينية. وأول حاجة هنضيفها هي طبقة البطاطس، وأهم حاجة بقى إن احنا نسوي البطاطس كويس جدا جدا، لأن ديت الطبقة اللي هتشيل كل الطبقات اللي احنا هنحطها بعد كده. يعني تحاولوا كده على قد ما تقدروا إن السمك كله يكون واحد أو إن هي تكون كلها مستوى واحد. بعد كده هنضيف بقى كل كمية الحشوة اللي احنا جهزناها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده الخضار محافظ على القوام بتاعه ومش مهري ولا أي حاجة، وريحته كانت حلوة جدا جدا. وبرده هنساوي طبقة الدجاج والخضار كويس قوي فوق البطاطس. بعد كده هنضيف بقى طبقة البشاميل، ولو حسيتوا ان القوام تقيل جدا معاكم ممكن تضيفوا كده ربع كوباية من الحليب الدافي او المية الدافية وتقلبوه كده علشان يفك من بعضه شوية. وهنضيف كل كمية صوص البشاميل اللي احنا جهزناها مع بعض. الصوص ما شاء الله القوام بتاعه مظبوط جدا. كده خلاص الصينية بتاعتي بقت جاهزة، هسيبها بقى على جنب. ودلوقتي هنحضر مع بعض الجلاش. احنا عامة هنستخدم باكت كامل من الجلاش، واول ما تفتحي الباكت كده بتاع الجلاش لازم تحطيه في فوطة نظيفة وتقفلي عليه كويس جدا، لان الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعة. احنا هناخد ورقتين ورقتين علشان طبقة الجلاش
تكون محملة شوية، وهندهن كده طبقات الجلاش بمعلقة كده من الزبدة الدايبة وعليها معلقة من الزيت. الزيت بيلمع الجلاش جدا، وهنبتدي بقى نكشكش الجلاش بنفس الطريقة ديت. الطريقة دي أنا وريتها لك في فيديو المكشكشة الحلوة. وهنبتدي بقى نحط الجلاش بتاعنا كده ورا بعض لحد ما نخلص الكمية كلها، وبعد كده هندهن الوش كده بخليط الزبدة والزيت. معايا كمان كوباية إلا ربع من الحليب، وضفت فيها ربع معلقة بس من الملح، ما تكتروش من الملح، وهوزع كده الحليب كويس جدا على الجلاش. آخر حاجة هاضيفها هي رشة من السمسم وحبة البركة، بتدي شكل شيك جدا عند التقديم، وكمان بتدي طعم وريحة حلوة قوي. كده خلاص المكشكشة الحادقة بقت جاهزة. هتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط، وهتقعد 30 أو 35 دقيقة، مش أكتر من كده. وبعد كده هنشغل الشواية علشان الجلاش ياخد اللون الجميل اللي انت شايفاه دوت. هنسيبها كده بعد ما تطلع من الفرن لمدة 10 دقايق كاملين تهدى بس شوية، وطبقة البطاطس اللي تحت تكون متماسكة، لأنك لو قطعتيها وطلعتيها من الصينية وهي سخنة جدا هتلاقي البطاطس سايبة خالص معاكي. وتبتدي بقى تقدميها في الأطباق. مش قادرة أقولك طعمها عامل ازاي، جميلة جدا. الحشوات جميلة جدا ومتبلة حلوة قوي ولايقة جدا مع بعضها. وبس كده، وصفة النهاردة خلصت. أتمنى أن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكي. أنا مستنية رأيك فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. باي باي.